فكان التدخل واضح من نواف العابد. الحكم لم يخرجها. الشلهوب استعادها مرة أخرى. الشلهوب يحاول في وسط الملعب. الشلهوب يبحث عن حل لمصلحة نواف العابد. تحرك بالجانب الزوري. الزوري على جهة اليسار. الزوري وصل. الزوري والكرة. هدف للزعيم. الظروف رغما عن التحكيم. اسمع يا آسيا، أنا الزعيم. هل تعرفين ماذا يعني الزعيم؟ يوسف السالم. الله يا شلهوب، الله يا زوري. 1-0. نهدى والأول جاء والثاني في الطريق. نهدى والأول جاء والثاني في الطريق. يلا يا زعيم. المعلم كانت جميلة من نواف العابد، وبعد ذلك الزوري. يوسف في 16 في 16. سلاح كان يعاني لكن يكفي لضرب مرمى إيران. هدف أول لمصلحة يوسف السالم، لمصلحة الزعيم. الهلال أولا، واعتاد أن يكون أولا بالأمس وقبل أمس واليوم وغدا. ذكر حكم المباراة أنه لا زال في القانون ما يعرف في ركلة جزاء. شكرا فيصل لأنك غششتني في اللقطة، لأنك قلت إن في ركلة جزاء فهد، قلت إن في ركلة جزاء مع هذه اللقطة، وبعد ذلك لمسة يد واضحة واضحة وركلة جزاء هلالية واضحة، وهي تريد الزعيم، وإن شاء الله ليلة زعيم. شوف اللمسة، لمسة بالفعل. فيصل كاد أن ينفجر على الحكم. شوف الفرحة كما لو كان قد سجل هدفا. نعم، ركلة جزاء هلالية. المهمة تستغل. ركلة الجزاء تثير المدرجات، تحيي المدرجات، تشعل الأجواء، تعيد الزعيم إن شاء الله مع هذه اللقطة. ركلة الجزاء وليست ركنية. ركلة جزاء على تنفيذها الشلهوب. الشلهوب أمام ركلة جزائية. عندك من الخبرة وعندك من التجربة وعندك من الروح العالية وعندك من برودة الأعصاب. التوفيق للشلهوب على تنفيذ ركلة الجزاء الهلالية. القائد للهلال من سنوات طويلة، الموهوب، الاسم الكبير الشلهوب، أمام ركلة جزاء. كل الهلاليين ينتظرون يترقبون لقطة هدف ثاني تجعل الطريق نحو ربع النهائي بأقدام الموهوب بيسرى الشلهوب. هي وهي كلهم خلفك يرددون. الشلهوب امام ركله الجزاء. هلالي الان وركله جزاء لمحمد الشلهوب. الشلهوب بكره، الشلهوب يلعبها. انت المعلم، انت المعلم، واحنا منك نتعلم يا موهوب يا كبير. فرحة مولود جديد وفرحة زعيم وفرحة قائد وموج أزرق عاد ليهدر، عاد ليبهر، ويريدونها ثلاثية. الكورة اختارت الهلال لكن المباراة لم تحسم بعد. الله يا شلهوب، تمضي السنوات، تمر الأسماء، عدت بطولات، يلمع لا يصدى كالذهب دائما. الرقم 10 وعلى يسراه إشارة قائد وخلفه جماهير واسمه شلهوب وعلى صدره شعار الزعيم وعلموا ديقا حب الزعيم. الهلال